لوكا مودريتش واحد من اعظم لاعبين الوسط في العصر ديالنا، مولود في زادار في كرواتيا في 9 شتنبر 1985. حياته ما كانت سهله، طفولته تزامنات مع حرب كرواتيا وهذا الشيء خلى عائلته يعيشوا في ظروف قاسيه بزاف. ونات الصعوبات كرة القدم كانت متنفس. لوكا كان كيلعب في مواقف بسيطة لكن الحلم ديالو بدا كبير. بدا مع ناشئين زادار ومن تما لقاوه ناس موهوب بزاف. بعدين مشى لدينامو زغرب، ولكن قبل ما يثبت راسو دار اعاره لانديه صغيره مثلا زرينجيسكي نادي كاين في البوسنه، وانتر زابريشيتش في كرواتيا. هاد التجارب ساعدته بزاف باش يقول لي باش يقوي لياقته، يكسب خبره ويتعلم كيفاش يتعامل مع الضغط. الانتقال لتوتنهام 2008 انتقل لتوتنهام هوتسبير الانجليزي. مع توتنهام بدا يبين القيمه ديالو كلاعب وسط مبدع، كره بسيطه، تمريرات ذكيه وتحكم في الايقاع. ساهم باش الفريق يتاهل لدوري ابطال اوروبا، وهذا انجاز كبير لتوتنهام. وندوزو للمرحله الذهبيه مع ريال مدريد. في صيف 2012 ريال مدريد شراه من توتنهام. في الريال مودريتش ولا لاعب اساسي في وسط الميدان، يوزع الكراش، ينظم اللعب وعنده رؤيه كبيره في التيران. في اتباع السنوات ربح مع ريال مدريد بزاف ديال الالقاب، منها خمسة دوري ابطال اوروبا، وربح الليغا وكؤوس اخرى بحال كاس العالم للانديه. انجاز كبير في 2018 واللي هو ربح الكره الذهبيه، وهو اول لاعب غير ميسي ورونالدو كيدير هادشي في هذاك الوقت. كذلك مودريتش كسب احترام كبير داخل الفريق وخارج الفريق، ولا رمز ديال التوازن في وسط الملعب. مودريتش الخوت عاش قصه خايبه بزاف، المهم من المعاناه حتى العالميه. في الاول كان كيعاني من الحرب اللي ولات في بلادو، ودابا كنشوفوه نجم. والانتقال الاخير ديالو اللي مشى لاي سي ميلان في انتظار تحقيق بطولات معاهم، كيقدم مستوى كانه باقي شاب. كما كتشوفوا الخوت لقطات ديالو هما قدامكم، شو اللاعب كيدير تبارك الله. المهم الخوت نتمنى لكم تهبطوا دابا دعمونا بشي لايك وشي اشتراك. هاد المحتوى صعيب بزاف الخوت، كيشابط المواضيع وهذا الشيء ساهل. قلب في جوجل، سول شات جي بي تي. المهم الخوت نتمنىكم تقدروا الدعم ديالنا. هبط دابا ثانيه وحده ما تكفيكش، الاشتراك راه ما كتخلصوش. المهم الا بغيتو الخوت شي موضوع اخر ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات. خليكم مع لقطات وغدا.